السلام عليكم. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الأربع بتاريخ 8/5/2024. معانا في الفيديو أسعار الذرة المستورد والذرة المحلي والصويا، وأسعار الفول البلدي، وأسعار الكراوية، وأسعار الفاصوليا. لو حابب تشترك في القناة بتشترك من تحت الفيديو، بتلاقي كلمة اشتراك بتضغط عليها وبتفعل الجرس، بكده يوصلك الإشعار بالأسعار يوميا. بالنسبة لأسعار الذرة المستورد، البرازيلي صب أرض المينا ب12,500 للطن، والذرة المستورد الأرجنتيني صب أرض المينا ب12,500 للطن. أما بالنسبة لأسعار الذرة الأوكراني ب11,300 للطن صب أرض المينا. بالنسبة لأسعار الصويا، صويا 46% ب27,300 للطن، وصويا 44% ب26,300 للطن. ده بالنسبة لأسعار الذرة المستورد والصويا. أما بالنسبة لأسعار الذرة المحلي الأصفر، تنفيذ التجار اليوم من 11,600 إلى 11,800 للطن. والذرة المحلي الأبيض، تنفيذ التجار اليوم من 10,800 إلى 11,000 للطن، تنفيذ لدى التجار اليوم. بالنسبة لأسعار الكراوية، سعر الكراوية اليوم من 55 إلى 57 للطن، تنفيذ اليوم. بالنسبة لأسعار الفاصوليا وبشاير أسعار الفاصوليا من 43 إلى 45 للطن، البضايع العالية في أسعار الفاصوليا. بالنسبة لأسعار الفول البلدي اليوم، الفول البلدي وزن الأرداب 155 كيلو، البضايع العالية يتراوح سعره من 3,800 إلى 4,000 للأرداب الخام اليوم. وطبعا في بضايع بتقل عن كده، اللي هي البضايع الوسط أو البضايع القليلة غير البضايع العالية. ده بالنسبة لأسعار الفول البلدي وأسعار الكراوية وأسعار الذرة المستورد والذرة المحلي. بالنسبة للناس اللي بتسأل عن أسعار القطن، فيعتبر التنفيذ في أسعار القطن مفيش تنفيذ في الأسعار، وده طبعا راجع إلى وجود ركود في السوق بعد المزاد وبعد قفل المخازن في المحالك. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. اشوف حضراتكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.